السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد ووصفة جديدة. اقتراح اليوم عندي لكم جوج ديال الفطائر بالورقة ديال البسطيلة اللي كتبقى علينا. فحضرنا البريوات، حضرنا البسطيلات، يعني كل وحدة كتبقى ليها الورقة. هذيك الورقة اللي كتبقى لينا فغادي نحضروا منها جوج الأنواع ديال الفطائر، وحدة حلوة وحدة مالحة. صراحة بجوجهم رائعين، وحدة كتمسي في الأخرى، سهلين في التحضير. تبقوا معنا الاخير. الى عجبكم هذه الوصفات ما تنساوش لايك الفيديو، اشتركوا في القناه اذا كنتوا كتزوروها لاول مره، فعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، وفرجه ممتعه لكم جميعا. على بركه الله. بالنسبه للكريمه ديال اللوز عندي هنا 100 غرام ديال السكر سنيده، 100 غرام ديال الزبده مذوبه، كيس ديال الفاني، ملعقه صغيره ديال النشا او كريم باتيسير، عندي بيضه، 100 غرام ديال اللوز، ما يعادل كاس ديال العنبه. يعني عبروا كاس ديال العنبه ما يكونش مطحون وما محمرش. هنا غادي ندير بيضه اضافيه، يعني في المجموع عندي بيضتين. كيف قلت اللوز ما محمرش، يعني ما نحمروهش، نطحنوه كيف غير نمسحوه مزيان ونطحنوه حتى يتطحن مزيان. صافي تحصلنا هنا على الكريمه. من بعد ما خلطناها نحطوها جانبا. هنا عندي الورقه، يعني وقت ما يعني حضرنا شي وصفه فيها الورقه، فهذوك الورقه اللي كتبقى لنا كنديروها في بلاستيكه ونديروها في المجمد ونخليوها حتى كتجمع عندنا. وهنا غادي ناخذها ونحاول انني نحلها مزيان ونقطعها بشكل رقيق كما كتشوفوا، يعني غير بطريقه عشوائيه. المهم هو انها تكون رقيقه هكذا باش يدخلها الطياب وتجينا مقرمشه، ونتحصلوا على واحد الفطيره سواء مالحه ولا حلوه اللي تكون يعني تكون مقرمله. غادي نضيف ليها كميه ديال الزبده باش تلبس ليا، تقريبا نقولوا واحد 2 معالق كبار حتى ل3. ندهنوها مزيان، نذوبوا شويه ديال الزبده ونضيفوا لها شويه ديال الزيت. صافي هنايا غادي ناخذ مول، يعني كيبقى على حسب اللي بغيتو، وغادي نفرش نصف الكميه او اكثر من نصف ديال الكميه، ثلثين ديال الورقه. نحاولوا اننا نغطيو هذا المول مزيان باش ما تنزلش لينا الحشوه. وغادي نحاول انني يعني نسرح هذاك الكريمه ديال اللوز اللي حضرنا على الوجه كامل بهذا الشكل كما كتشوفوا. من بعد غادي نكمل الورقه اللي بقات عندي نضيفها في الوجه ونحاول نسرحها مزيان حتى كنغطي داك الكريمه تماما. وهنا غادي ندخلها الفران متوسط الحراره من التحت هو الاول حتى تحمر، ومن بعد نديرها تحمر من الفوق حتى كنتحصلوا عليها بهذا الشكل كما كتشوفوا. العافيه تكون متوسطه باش الورقه تقرمش لكم. وهنايا غادي وهي سخونه غادي ندير عليها خطوط ديال العسل باش تشرب، ودرت عليها شويه ديال اللوز ايفيلي ونعاود ندخلها للفران غير يتحمر داك اللوز ايفيلي. صافي وها هي واجده. صراحه كتجي لذيذه بزاف، والورقه ولو انها كتبقى راه ما كتبات، يعني كتبقى مقرمشه، ما كتلوى ما كترطب ما والو، يعني كتبقى مزيانه. والمذاق ديال الفطيره كيجي خطير بالمذاق ديال اللوز. ودابا ان شاء الله ندوزو باش نحضروا الفطيره المالحه واللي حتى هي كتجي لذيذه. على بركه الله نبداو بالحشوه، وكتبقى اختياريه. عندي هنا واحد البصله خضاريه كبيره شويه، جزره محكوكه بالحكاكه الغليظه، فلفله الى توفرات الوان، عندي شويه ديال صدر الدجاج وشويه ديال السوسيس، كندير زيت الزيتون وشويه ديال الملحه ونخلي الكل كيتشحر فوق النار. من بعد ما كتهبط عندي الخضره كنضيف راس معلقه ديال الفلفل الاسود او البزار، وديال الفلفله حمراء او التحميره، وشويه ديال السودانيه اللي كتبقى اختياريه. كنخلط الكل حتى كطيب ونديرها في طبسيل ونخليها جانبا. غندوز دابا الورقه كما كتشوفوا هنايا، سبق وحضرت بها بريوات وبقاو لي هاد الجوانب هادو، فهنا غادي نستغلوهم كيف قلت في هذه الوصفه هذه. غادي نشد هاد الورقه ونقطعها بالمقص بشكل طولي، او قطعوها بالشكل اللي يناسبكم. يعني بالنسبه للتقطاع فماشي مشكله كما درتو. هنا غنحاول انني نحلها، يعني حاولوا مزيان باش ما حليتوها، باش الوقت اللي نديروا لها الزبده والبيض يعني تلبس كامله. وفي نفس الوقت في الوصفه تجينا مقرمله ومهويه، يعني ما يجيناش ديك الورقه تجي ملاصقه. والحجم راه كيبقى اختياري، انا قطعتهم هنايا رقاق شويه، يعني حتى لا غلطتو شويه ماشي مشكل. غادي نجيب واحد الاناء اللي غادي نخلط فيه، وهنايا غادي ندوب واحد ملعقه كبيره ديال الزبده. هاد الزبده غتعطينا تقرميشه لهاد الورقه.
يعني ضروري منها. صافي غادي نفرغ عليها وغادي نحاول انني نخلطها مزيان مزيان باش هاد الورقه كامله تلبس عندي بهاد الزبده. صدقوني الا جربتوا هاد الوصفه فراه ان شاء الله غادي تعتمدوها وغادي تحضروها بالورقه اللي هي فعلا غتشريوها نيت على وعلم وتحضروها، حيت فعلا كتستحق. هنا عندي بيضه غادي نطربها. كما كتشوفوا الكميه راها عندي غير قليله، راه ماشي بزاف ديال الورقه يعني، وماشي ما غاديش نتقيدوا بشي عبار. فداك الشيء اللي بقى عندكم ممكن تحضروه. الا كان حتى قل غادي ديروه في واحد المول اللي هو صغير. بالنسبه لي هذه راه يعني بيضه وحده راه كانت كافيه في هذه الكميه اللي عندي. هنا غادي نضيف واحد شويه ديال الملحه، نعرفوا الورقه ما كتكونش فيها الملحه يعني كتكون مسوسه. صافي غنخلط الكل جيدا بهذا الشكل كما كتشوفوا حتى تبان لينا الورقه كامله تلبسات بالزبده وبالبيض. ونحاولوا اننا نستبعدوا ونخدموا بما ان الحال بارد، فالزبده راها دغيا يعني كتجمد كتبرد، ما كتبقاش محلوله مزيان. في الصيف غادي تجيكم اسهل. صافي هنا غادي ناخذ، كنت غنديرها في واحد المول عندي صغير ففضلت انني نديرها في هذا لو سيركل احسن. هنا غادي ناخذ النصف ديال الورقه، درت هنا في لاطه فرشت ليها الورق ديال المطبخ ودرت هاد السيركل هذا، يعني كيبقى حسب الرغبه. درت نصف المقدار ديال الورقه، ومن بعد غادي ندير الحشوه كامله في الجوانب، نديرها على الوجه بالتساوي. هاد الحشوه هي راه جات بنينه بنينه بزاف. داك الصوصات واخا يكون غير قليل راه كيعطيها واحد المذاق اللي هو زوين. هنا غادي ندير الفرماج اللي كيبقى اختياري، ممكن ديروا غير الفرماج ديال الساندويتش او فرماج مثلثات او فرماج مربع، تقطعوه لطريفات وتديروه هكذا على الوجه. يعني داكشي اللي متوفر عندنا نديروه في هذه المملحه. فاحنا كما قلنا المملحه اللي هي اقتصاديه بداكشي اللي متوفر عندنا في الدار. صافي غادي ناخذ داكشي اللي بقى ليا ديال الورقه، النصف الثاني اللي بقى، وغادي نبسطو على الوجه مزيان، يعني نغطي ديك الحشوه. وهاد ملي كندخلوها الفران هاد الطبقه الفوقانيه ولا التحتانيه راه كتجي مقرمشه. هنا غادي ندير شويه ديال الفلفله حمراء او التحميره اللي غادي تعطيني واحد اللون زوين محمر لهاد المملحه. ودرت هنايا شويه ديال حبوب الخشخاش، وكيبقى اختياري يعني اي نوع ديال الزرارع عندكم ضيفوهم. ندخلها الفران متوسط درجه ديال الحراره متوسطه من الفوق ومن التحت حتى كتحمر، راه دغيا كطيب. الوقت اللي خرجتها درت الفرماج حكيته غير رقيق، في الحكاكه الرقيقه كيعطي واحد الشكل زوين، ونديروه على الوجه وهي مازال سخونه، فما غنحتاجوش اننا نعاودو نردوها للفران. فكان من الممكن انني ندير الفرماج قبل ما طيب، ولكن ما بغيتوش يتحمر او لا يتحرق فخليتها طابت من الاحسن ودرته من الفوق. صافي ومن بعد ما تحمرات طابت من التحت ومن الفوق، تحصلت عليها بهذا الشكل هذا، كتجي محمره وبنينه. كنتمنى فعلا انكم تجربوها. هانتوما راه كتجي محمره حتى من التحت ومقرمشه. وكانوا هادو هما الاقتراحات ديال اليوم، نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم بالصحه والراحه. شكرا على حسن المتابعه، ونلقاكم في فيديو قادم ان شاء الله.